إذن الغاية النهائية في كل إيمان وفي كل عمل، حتى كما قال المرحوم الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه، يقول إياك أن يشغلك عن صلوات الله وتحياته وبركاته ولو انتصار العقيدة نفسه. شوف، ولو انتصار العقيدة، كأن انتصار العقيدة وسيلة لنيلك صلوات من ربك والرحمة. يبقى كل شيء ما عدا هذا غاية تسلم هي وسيلة، غاية هي وسيلة لإيه؟ الوصول إلى هذه الغاية. يبقى غاية المؤمن أن يكون من الذين يشملهم قول الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، حتى إنه قال ولو انتصار العقيدة، ما تجعلوش هو ده الغاية، أن انتصار العقيدة برضو ده أمر في في الدنيا. إنما طب وانت عايز تنتصر العقيدة ليه؟ برضو هتبقى وسيلة لإيه؟ للوصول إلى إلى إذن غاية الغايات أن تعود إلى أحضان من بدأت به. هي دي غاية الغايات، في أن تكون عليك صلوات من ربك ورحمة.